هدايا ورزم فلوس حوالين رقبتها، وكل النجوم التيك توك ومعلمين سوق الجمعة حضروا ليلة ولا في الأحلام، ولبست 2 أوتفيت، واحد أبيض وواحد أصفر. لقطات وكواليس عيد ميلاد المعلمة عسلية، أكبر معلمة في سوق الجمعة. يا ترى إيه اللي حصل؟ إزاي شكلها اتغير وبقت أصغر من سنها؟ وليه معلقة كانولا في إيديها؟ ومفاجآت كتير حصلت هنعرفها في الفيديو ده. كل المطربين الشعبي حضروا وعملوا الواجب وغنوا لها ورقصوا وهيصوا وعملوا أجواء ولا ألف ليلة وليلة، وكانت زي القمر وتحسها صغرت 20 سنة وسط أهلها وناسها وأصحابها. كلامنا هنا عن عيد ميلاد المعلمة عسلية، أشهر معلمة في سوق الجمعة. يا ترى إيه اللي حصل؟ حاطة فول ميك اب وصبغت شعرها أصفر وشكلها اتغير 180 درجة من أول يوم طلعت فيه وظهرت للميديا، لدرجة المتابعين ما عرفوهاش. المعلمة عسلية تحسها صغرت 20 سنة، وناس كتير قالت إزاي مهتمة بنفسها وشكلها، وفي اللي قال معقولة تكون عملت عمليات تجميل، وفي اللي شايف إنها ما اتغيرتش وشكلها زي ما هو، بس فرحتها بعيد ميلادها. ولما أصحابها حواليها خلتها عندها طاقة ووشها نور، لكن هي زي ما هي وشكلها هو. المعلمة عسلية اتعمل لها كذا تورت، وفي تورتة منهم عليها صورتها هي وبنتها، واللي قالوا إنها فولة وانقسمت نصين من بنتها، وما سابتش مامتها لحظة واحدة وكانت فرحانة بيها. وناس كتير ونجوم التيك توك ومعلمين سوق الجمعة حضروا عيد ميلادها، واللي كان أبرزهم حسن هلالي أبو شنب وشبيه عادل إمام، وده غير مطربي المهرجانات والشعبي اللي شرفوها وعملوا لها أحلى ليلة. المعلمة عسلية لابسة دهب مال إيديها الاتنين، وده غير السلاسل اللي على رقبتها، وظهرت ب2 أوتفيت، واحد في أول عيد الميلاد والتاني في آخره. وأما بقى عن الهدايا فكانت مفاجأة، عيد الميلاد الكل وجب معاها على الآخر. ظهرت بعقد فلوس على رقبتها، وده غير الهدايا البراويز والشنط والبراندات وحاجة آخر عظمة، وغير رزم الفلوس اللي كانت بتلمها من الترابيزة اللي عليها التورتة. المعلمة عسلية اتعمل عيد ميلادها في أفخم مكان على كورنيش النيل، والكل كان فرحان وما بطلوش رقص وتنطيط. بس بيجي ياسمين ما حضرتش العيد ميلاد رغم انهم صحاب والكل سأل عليها، بس ما حدش رد عن سبب غيابها. بس طبعا ما نقدرش ننكر ان المعلمة عسلية اتحسدت قبل عيد ميلادها وتعلق ليها محاليل، وده كان واضح قوي، وانها كانت تعبانة ومعلقة كانولا في ايديها، وناس كتير قالت حقيقي العين فلقت الحجر. المعلمة عسلية كانت بترحب بالمعازيم بطريقتها الخاصة، وكانت بتمسك المايك وترحب بنفسها على كل حد حضر وتقول اسمهم بصوت عالي ومليان حماس، وكانوا بيقفوا ليها وبيحيوها. معازيم المعلمة عسلية ما بطلوش رقص وكانوا بيحييها وجايبين لها هدايا اشكال والوان، والكل عارف ومكلف علشان خاطر عيون اجدع معلمة. واللي ما تعرفوش عن المعلمة فهي طول عمرها شقيانة وبتجري ورا اكل عيشها من وهي عندها 12 سنة. اتجوزت وهي صغيرة في السن وبعدها انفصلت، وده لانها من كتر حبها في جوزها كتبت له البيت باسمه، وبعد ما سابها طردها منه، وكانت بتنام في الشارع، وكانت بتنام من غير اكل هي وعيالها، لحد ما سرحت في الاسواق وكانت بتبيع فراخ، لحد ما كبرت نفسها وكانت بتاخد كميات كبيرة من المزارع وتبيعها في السوق واحدة واحدة، لحد ما قدرت تقف على رجليها وبقت اكبر معلمة في سوق الجمعة. المعلمة عسلية ليها كاريزمتها وشخصيتها اللي لايقة عليها هي وبس، وقدرت تبقى كبيرة سوق الجمعة وبتلبس لبس المعلمين والجلابية الصعيدي، وبياعين سوق الجمعة بيروحوا للمعلمة الكبيرة بتاعتهم علشان تحل مشاكلهم وبتجيب حق الصغير قبل الكبير، ومفيش حد دق عليها الا لما كانت موجودة وبتحلها، وده كان باين جدا في عيد ميلادها وقد ايه الكبير والصغير فرحان بيها، والكل كان بيعمل كل اللي في وسعه علشان يفرحها ويقول لها كل سنة وانتي طيبة.